نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناتكم قناة سلام الفضائية وفي برنامجكم برنامج أعلام ومناسبات في جزء عامة. ها نحن أصبحنا ضيوفا عند هذا الشهر الكريم وهو شهر رمضان المبارك، فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والدعوات. وشهر رمضان هو شهر القرآن، فناسب في هذه الحلقة سنتناول بإذن الله عز وجل الهدايات العملية وأبرز المعاني واللطائف في سورة القدر. بعد ذي بدء نبدأ ونشرع في تلاوة هذه السورة الشريفة ونقول مستعينين بالله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة القدر أو سورة ليلة القدر أو سورة إنا أنزلناه، هي كلها مسميات سورة القدر. وسورة القدر اختلف بعض أهل العلم هل هي مكية أم مدنية، فالجمهور المفسرين كالإمام الماوردي والقرطبي كما حكى ذلك أجمعوا على أنها سورة مكية. وهذه السورة تتناول شرف الزمان وتتناول شرف المنزل وتتناول شرف المنزل عليه وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فأما شرف الزمان فتتناول ليلة القدر. وليلة القدر معلوم بأنها في أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى، وهو شهرنا المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى طيلة العام، وأفضل الليالي هي ليلة القدر. هي ليلة القدر، والتي تسمى هذه السورة باسمها ليلة القدر. إنا أنزلناه أي أنزلنا هذا القرآن وهو شرف المنزل، القرآن الكريم. نبينا صلى الله عليه وسلم عرف بالقوي الأمين، وعرف بالأمين قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. وحين أنزل القرآن عليه في هذا الشهر الكريم ختمت رسالته وبعث للناس، فأصبح رسولا مبلغا عن الله سبحانه وتعالى بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر الكريم وهو شهر رمضان أنزل فيه القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما المقصود بالقدر؟
هل اختلف بعضهم فأصبح القدر أو مفردة القدر يقصد بها إما الحكم والتقدير والقضاء من الله سبحانه وتعالى، لأنه يقدر مقادير الخلق في هذه الليلة الشريفة، وإما يقصد بأنها الشرف، القدر وهو الشرف والمنزلة والمكانة، الشرف والمنزلة والمكانة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، أي يكثر نزول الملائكة وتنزل الملائكة تباعا وجماعات في هذه الليلة، وذلك لكثرة بركتها. والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة، كما ينزلون عند تلاوة القرآن، كما ينزلون ويستمعون إلى حلق الذكر، كما ينزلون ويحفظون ويحيطون بأجنحتهم لطلبة العلم. وقوله سبحانه وتعالى: سلام، سلام هي، سلام، فقال بعضهم مقصود بها هي تسليم الملائكة في ليلة القدر على أهل المساجد حتى تطلع الفجر، وقال بعضهم أن الملائكة تسلم بعضها على بعض، وقال بعضهم أن قوله سلام أي أن هذه الليلة كلها خير لا يمسها سوء ولا يكون فيها شر حتى تطلع الفجر. وقال بعضهم هي ليلة سالمة من الشياطين ومن تسويلهم وتزيينهم وتضليلهم وتلبيسهم. سلام هي، إذن أحبائي وأعزائي المشاهدين، هي سلام وأمان للعبد وللناس حتى يطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. وفضل من قام هذه الليلة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. و1000 شهر وقيامك أيها المشاهد لهذه الليلة شريطة أن يكون إيمانا واحتسابا مؤمنا محتسبا خالصا لوجهه الكريم، فإن فعلت ذلك ونلت أجر عبادة 83 سنة و4 أشهر من عمرك. وهذه الليلة هي تطيل العمر إن وافاها الإنسان وحاز على شرفها، هي من أسباب إطالة العمر، لأنك تعدل بقيامك وصيامك في تلك الليلة، أعني ليلة القدر، إيمانا واحتسابا، ووافقت ذلك تلك الليلة وكنت موفقا، نلت على أجر هذه السنين من عمرك 83 سنة و4 أشهر. أي فضل هذا، وأي منة من الله سبحانه وتعالى بأن الإنسان يقوم ليلة محتسبا مؤمنا خالصا لوجه الكريم يقضى له أجر 83 سنة و4 أشهر من عمره. فوالله إن الإنسان ليغبط الذين يحوزون تلك المناقب العظيمة. وليلة القدر لا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وسنتناول بإذن سبحانه وتعالى فيما تبقى عن الهدايات العملية التي نستلهمها من هذه السورة الشريفة
وهي سورة القدر. من تلك الهدايات القرآن الكريم وارتباطه بهذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وشرف المكان وشرف الزمان وهو شهر رمضان. أول هداية وهي استشعار شرف الزمان وهو شهر رمضان. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر الكريم الذي يعتق الله سبحانه وتعالى كل ليلة خلقا من الناس من النار، وفي آخر ليلة يعتق مثل ما أعتق من أول الشهر إلى آخره في تلك الليلة. شهر يبسط الرحمن يده بالليل والنهار سحاء تغدق على الناس بالخير والمغفرة والرحمة، شهر رمضان. نستشعر هذا الشهر، كيف نستقبله؟ لاستقبال هذا الشهر، لو أن أحدنا أعزائي المشاهدين قيل له بأنه سينزل عليك ضيف، ماذا سيعد له هذا الضيف؟ وكان هذا الضيف عزيزا على قلبك، بل إن هذا الضيف لا يأتي ويده فارغة من الخير والعطايا، بل إن هذا الضيف يأتيك ويده ملأى من الخير والعطايا والمغفرة والهبات. فكيف الإنسان يستعد لهذا الضيف؟ ما حال هذا الضيف؟ هل سيستقبله بالبخل وعدم التجهيز له، أم يستقبله بالحفاوة والتكريم والتبجيل والتجهيز له؟ ولو قال لك هذا الضيف العزيز على قلبك والذي تنتظره طوال العام، لو قال لك هذا الضيف إني باق عندك أياما معدودات ثم أرحل، كيف سيتفطر قلبك؟ كيف ستكون عيناك؟ تغدق عيناك بالدمع حزنا ألا يفوتك هذا الضيف وألا يفارقك. هكذا هو شهر رمضان أعزائي المشاهدين، هو ضيف علينا أياما معدودات. قال ربنا سبحانه وتعالى: أياما معدودات عن شهر رمضان. أيام شهر رمضان لا يمكث إلا قليلا ثم يتولى سريعا. هكذا هي أيامه ولياليه تنقضي. فشهر رمضان نستقبله أعزائي المشاهدين بالتوبة النصوح، وهي العزم الصادق على عدم فعل المعاصي والندم وكثرة الاستغفار والاطراح بين يديه سبحانه وتعالى منكسرا بأن يقبلك الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم وأن يجعلك من عتقائه من النار. التوبة النصوحة، كذلك رد المظالم إلى أهلها، رد المظالم إلى أهلها، كذلك من استقبال هذا الضيف الكريم العزيز على أنفسنا ترتيب أوقاتنا أعزائي المشاهدين، ولا نعطي هذا الشهر الكريم فضلة الوقت، بل نعطيه ذروة الوقت وأفضل الوقت، لأنه يتولى سريعا، ولأن هذا الشهر خزائن. هذا الشهر خزائن، وخزائنه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والأعمال الصالحة.
من صيام وصدقة وعمرة وإنابة واستغفار. كذلك نستقبل هذا الشهر الكريم بعد ترتيب أوقاتنا، كذلك نستقبله بتجهيز قلوبنا، تجهيز هذا القلب والذي هو مضغة من لحم، ولكن الله استودع فيه من الأعمال ما يفوق الجبال. ومفاوز الآخرة ومنازل الآخرة ومنازل الجنة تقطع بالقلوب، ومفاوز الدنيا تقطع بالأقدام. وكيف نخلي وكيف نجهز قلوبنا لهذا الشهر الكريم؟ للقلب أعمال أعزائي المشاهدين، أعمال صالحة يجب أن يتمثلها العبد في قلبه. من تلك الأعمال أعمال القلوب، عمل قلبي لابد أن الإنسان أن يمارسه ويتدرب عليه ويتمرسه طيلة هذا الشهر. من تلك الأعمال التقوى وهي كف الأذى وبذل الندى. التقوى أن تكف عما حرم الله في المكان الذي يبغضه وفي الوقت الذي يبغضه، وأن تتقرب إلى الله في الوقت الذي يحبه بالأعمال التي يحبها. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى عمل قلبي يثمر ويورق أعمال الجوارح. التقوى ها هنا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، أو كما قيل. ولذلك أعمال القلوب هي الأعمال التي يحرص الإنسان. ألم نسمع من قبل قليل إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. الإيمان في القلب والاحتساب في القلب ويورث ويورق أعمال الجوارح. إيمانا واحتسابا. كذلك من أعمال القلوب حري بالإنسان أن يستشعرها وأن يورثها في قلبه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهو من باب الاحتساب لكي تنال أجر هذا الفضل العظيم، وهو من قام ومن صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا لا يأتي إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن تقصد بهذه الأعمال وجه الكريم سبحانه وتعالى، وألا يكون في أعمالك حظ من الرياء والسمعة. ونحن أعزائي المشاهدين قد ابتلينا في زمن يسوق فيه العمل الصالح. يسوق فيه العمل الصالح، أعني العمل الفردي ولا أعني العمل الجماعي الذي فيه منفعة ومصلحة متعدية، لكن أعني العمل الفردي. الإنسان أن يحافظ على صلاته من غير أن يصور نفسه بأنه خاشع أو منيب أو ذاكرا، وهذا فضل عظيم للذي يخلص له سبحانه وتعالى. ألم نسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، في عرصات يوم القيامة: الناس كلهم حفاة عراة خاشعين لله ينتظرون القضاء، والشمس تدنو من الخلائق مقدار ميل إلا سبع وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله بين قوسين خاليا لوحده، وهذا أدعى للإخلاص، لا يقصد بخلوته ودمعه وإنابته واستغفاره وتوبته إلا الله سبحانه وتعالى،
فكان حق على الله سبحانه وتعالى أن يظله في ذلك اليوم الذي تدنو الشمس فيه من الخلائق، فمن الناس من يصل العرق إلى ساقه أو نصف ساقه، ومنهم إلى فخذه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ذكر الله خاليا، وذكر الله سبحانه وتعالى والإخلاص فيه هو عمل قلبي. حري بالإنسان أعزائي المشاهدين أن يربي نفسه على أعمال القلوب والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل الذنوب ومن كل حق أو من كل حق أخذته بغير حق من بشر، أن يتوب الإنسان. والتوبة عمل قلبي، وكما قال العارفون هي وظيفة العارفين، وهي وظيفة دائمة مع الإنسان. حتى لو كان الإنسان صالحا تقيا نقيا عليه أن يتوب إلى الله، لأن التوبة هي منهج الأنبياء. الأنبياء على جلالة قدرهم وعلو شأنهم يتوبون ويؤوبون. ألم نسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إني لأتوب في المجلس الواحد، وفي رواية في الليلة الواحدة لأستغفر الله أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. الإنسان يكثر الاستغفار، وربنا سبحانه وتعالى امتدح الأنبياء: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الوجل والانكسار والاضطراح بين يديه سبحانه وتعالى، وكثرة الدمع من الإنسان لكي يورثه محبة وخشوعا. كذلك من الاستعداد لهذا الشهر الكريم التعرف على الله سبحانه وتعالى، التعرف على الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان نتعرف فيه إلى ربنا الرحمن. الرحمن أكثر صفة ذكرت له سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، الرحمن. ونتعرف إلى الله سبحانه وتعالى، خير ما يتعرف به هو التعرف إلى الله بأسمائه وصفاته. ولنقف أعزائي المشاهدين على كل صفة من الله سبحانه وتعالى. خذ على سبيل المثال صفة الرحمة، خذ صفة الرحمن، خذ صفة المنان، التودد، خذ صفة أن الله سبحانه وتعالى الجبار. يتبادر إلى الذهن هو الذي يقسم ظهور الجبابرة، بينما لها معاني أخرى وهي يجبر الكسر والخواطر سبحانه وتعالى. خذ صفة الكريم منه سبحانه وتعالى، الكرم الذي يغدق على بني آدم ليل نهار بمغفرته ورحمته. خذ صفة الغفور والتقف على صفة الغفور. التعرف إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته يورث في القلب محبة، ويعمر القلب إيمانا وانكسارا وخشوعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتعرفون إليه فأحبهم وقربهم منه. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نواصل. دينا به للصالحات وللمكارم والتقى، نور على مر الزمان تألقا. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. منهن من لجأ إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه الوحي لأول مرة قائلا: زملوني زملوني. ومنهن من لقبت بذات النطاقين لما أعانت به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لما أن كانا مهاجرين. ومنهن من لما النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة كسرتها في حضرته وهو يقول: غارت أمكم غارت أمكم.
ومنهن من لقبت بذات النطاقين لما أعانت به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يوم أن كانا مهاجرين. ومنهن من أزالت سل الجزور عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ألقاه المشركين عليه وهو ساجد يصلي لربه. ومنهن من كانت ذات شأن عظيم فهي أخت لأم حبيبة زوجة النبي الكريم. ومنهن من أنشدت شعرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسنها وقال هي يا فلانة. ومنهن من قال الله فيها يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. كلهن صحابيات جليلات، لنتزود وإياكم من سيرتهم العطرة عبر المسابقة الرمضانية الكبرى صحابيات، والذي يعود إليكم بموسمه الثاني عبر شبكة سلام الإعلامية، والذي يأتيكم في شهر رمضان المبارك من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة. فنسعد بتواصلكم ونشرف بسماع أصواتكم، فكونوا على الموعد. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى، نور على مر الزمان تألقا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. كنا قد توقفنا قبل الفاصل وكان الحديث كيف نستقبل شهر رمضان أو بما نستقبل شهر رمضان، وكنا قد توقفنا في الحديث عن الوقوف مع أسماء الله وصفاته العلى. شهر رمضان هو شهر يحبب للنفس الخلوة كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، الخلوة مع النفس، والخلوة بالله سبحانه وتعالى هي الأنس الذي تكلم به العارفون من قبل وتغنوا به بأنه هو جنة الدنيا، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهو الأنس بالله سبحانه وتعالى. من أنس بالله سبحانه وتعالى أنس بكل شيء، ومن استوحش بالله سبحانه وتعالى استوحش من كل شيء. الأنس بالله سبحانه وتعالى وتدبر أسمائه وصفاته العلى. هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى، هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى الذي لو عبدناه طيلة أعمارنا لم نوفيه حقه سبحانه وتعالى. كلا لما يقض ما أمره، كلا لما يقض ما أمره. هذا الإنسان مهما عملنا من أعمالنا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لن ندخل الجنة بأعمالنا. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذه الأعمال الصالحة التي نعملها هي محض توفيق منه سبحانه وتعالى، محض منة منه سبحانه وتعالى. هذا الرب الرحيم الكريم والذي لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو سبحانه وتعالى يرعانا آناء الليل وأطراف النهار. له معقبات يحفظون من أمره سبحانه وتعالى. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار،
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وكل ذلك محفوف برحمته سبحانه وتعالى. والوقوف مع أسمائه وصفاته يطيل الحديث عنها. كذلك من الأشياء التي نستقبل فيها هذا الشهر الكريم أو فيما تبقى وهو الخلوة مع النفس. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل عليه القرآن أنزل في شهر رمضان. وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يختلي مع نفسه في الغار بالليالي ذوات العدد، يختلي مع نفسه، يتفكر في نفسه، يتفكر في هذا الكون العظيم. وفي تلك اللحظة ينزل عليه الروح الأمين ويطرق بابه ويرتاع النبي صلى الله عليه وسلم ويضمه جبريل عليه السلام ويقول له اقرأ. بعد تلك الكلمة وهي اقرأ أصبح نبينا صلى الله عليه وسلم رسولا ورحمة للعالمين. حري أن الإنسان أن يختلي مع نفسه كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة مع كثرة المشاغل والهموم. حري بالإنسان أن يأوي إلى كهف القرآن، وأن يأوي إلى كهف الرحمة. وشهر رمضان من أكثر الشهور التي يستطيع الإنسان أن يجعل لنفسه وقتا يختلي فيه مع نفسه ليحاسبها وليزكيها ولينهاها وليزجرها ويخاطبها: أين أنت من منزلة المتقين؟ كما قال الإمام النووي: حري بالإنسان أن يختلي مع نفسه ويسأل نفسه هذه الأسئلة: ما هي منزلتك من المتقين؟ أين أنت من الفائزين؟ هل أنت من الصابرين، من الشاكرين، من الذاكرين، من المستغفرين بالأسحار، من الصادقين، من المؤمنين، من الذين يبكون عند سماع القرآن ويزيدهم خشوعا؟ هل أنت من الذين تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله؟ هذه هي أسئلة التي يسألها الإنسان نفسه حين يختلي بنفسه مع نفسه. الخلوة مع النفس، والخلوة مع النفس تورث أنسا بالله سبحانه وتعالى ووحشة من الخلق. كذلك من استقبال وعدة استقبال شهر رمضان الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على أن يوفق هذا العبد، وأن يوفق الله سبحانه وتعالى هذه النفس للقيام بالأعمال الصالحة. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: ونقرأ هذه الآية صباح مساء في كل ركعة نقرأها: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بالله سبحانه وتعالى على مرضاة الله سبحانه وتعالى، لأن الموفق هو الله، والموفق هو أنت. والقلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. القلوب يعتريها من السقم، ويعتريها من المرض، ويعتريها من مفسدات القلب ما الله به عليم، ويعتري هذه النفس من الذنوب المهلكات التي تقعده عن الوصول إلى ركب واللحاق بركب الصالحين. فالله سبحانه وتعالى شرع لنا بأن نستعين به، نستعين بالقوي، نستعين بالرؤوف، بالكريم، بالعليم، بالقدير، بالعظيم سبحانه وتعالى على أنفسنا،
الأمارة بالسوء أو اللوامة، وجعلنا الله وإياكم من المطمئنة، وختم حياتنا على الإطمئنان. أن نستعين بالله سبحانه وتعالى على أداء حقه سبحانه وتعالى والأعمال الصالحة. كذلك من عدة استقبال هذا الشهر الكريم الدعاء. ولذلك كان للصائم دعوة مستجابة. لا نفرط أعزائي المشاهدين من أوقات استجابة الدعاء، ولا نفرط منزلة ومنقبة الصائم التي تقبل دعوته ويستجاب له فيها. للصائم دعوة مستجابة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فلندعو ولنؤمل من الله سبحانه وتعالى خيرا كثيرا، لن نعدم خيرا، كما قال ذاك الصحابي الذي فهم صفة من صفات الله حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرح صفة أن الله عز وجل يضحك، فقال ذلك الأعرابي: والله لن نعدم خيرا من رب يضحك، لن نعدم خيرا، لأنه هو الحي القيوم، هو الكريم الرحيم الرحمن. كثرة الدعاء أعزائي المشاهدين من عدة استقبال هذا الشهر الكريم، كثرة الدعاء. والله سبحانه وتعالى بعدما ذكر آية إنزال القرآن في شهر رمضان على نبينا صلى الله عليه وسلم، أردف بعدها قائلا: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. والدعاء هو العمل الذي ليس بينك وبين الله سبحانه وتعالى واسطة. لو قيل لك ولله المثل الأعلى بأن ملكا يوجد في ناحية من الأرض، وهذا الملك كريم فيه صفات الكمال البشري، كريم ورؤوف ويغدق، ولكن لتصل إليه دونك حجاب على بابه يدخلونك بعدما تدخل على حجابه ووزرائه، وتقدم لهم المعاريض وتطلب منهم مسألتك بكل أدب وفي أوقات معينة وفي طريقة معينة. تدخل على هذا الملك وتطلب حاجتك، وبعد ذلك يرى الملك هل يؤتيك سؤلك كله أو بعضه أو لا يؤتيك إياه أصلا. ولله المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى ليس بينك وبينه حجاب، وليس بينك وبينه واسطة. وأكثر دعوة يستجاب الإنسان فيها من أوقات وهيئات استجابة الدعاء أن يدعو الإنسان في سجوده غاية الذل والانكسار والخشوع والإخبات، أن تدعو الله في تلك الهيئة وهي السجود. الله يغضب حين في الأبيات المعروفة: وبني آدم حين يسأل يغضب، والله كما قيل أن الإنسان يغضب من كثرة السؤال، والله سبحانه وتعالى يغضب من قلة السؤال. الله يغضب من قلة سؤالك ودعائك، والله يحب الملحين في الدعاء. ما المقصود بالملحين في الدعاء؟ الذين يلحون ويكثرون ويعيدون ويكررون كثرة الطلب على الله سبحانه وتعالى. رب كريم سبحانه وتعالى لا يرد سائلا ولا يرد عبدا صفر الوفاض وخاليا اليدين،
سبحانه وتعالى. الدعاء أعزائي المشاهدين، فلندعو ولنكثر ما نؤمله من الله سبحانه وتعالى، فهو أهل أن يستجاب لنا على ضعفنا وتقصيرنا وإهمالنا في حقه وجنبه سبحانه وتعالى. هذا الشهر الكريم كذلك من الهدايات العملية التي في هذا الشهر الكريم وفي هذه السورة هي ارتباط رمضان بالقرآن. هي ارتباط رمضان بالقرآن. لم ينزل القرآن في أي شهر من الشهور إلا في هذا الشهر، شهر رمضان. والله سبحانه وتعالى أردف بعد هذه الآيات: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن رسالات من الله سبحانه وتعالى إلى الأمم، ورسالات إلى العبد بأن يتفكر في نفسه وليتعرف على خالقه، وليتعرف على مصيره إن أذنب، وليتعرف على مصيره إن أطاع، وليتعرف على الدار الآخرة، وليتعرف على أحداث وأهوال اليوم الآخر. القرآن وما أدراك ما القرآن. وكان حظ السلف وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كان ينزل عليه جبريل عليه السلام الروح الأمين، ينزل على نبينا صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن. وفي آخر عام قبل وفاته دارسه جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم مرتين في تلك السنة. كان يدارسه القرآن نبينا صلى الله عليه وسلم. القرآن هو شهر رمضان، ورمضان هو شهر القرآن. فما كان حال هدي السلف الصالح في هذا الشهر الكريم مع كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه كان يطيل من حبه للقرآن في ذلك الشهر، كان يطيل القراءة في قيام رمضان، في قيام الليل في رمضان. وكما أثر أن حذيفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتح النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، كل ذلك في ركعتين، يقف على كل آية فيها وعيد، فيها سؤال يسأله سبحانه وتعالى، وآية يذكر فيها الجنة يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، وآية فيها ذكر النار وأهوالها يستعيذ. كل ذلك حبا لكتاب الله سبحانه وتعالى. وكما ورد في الأثر: من أراد أن يحب الله ورسوله فليقرأ كلام الله، فليقرأ كلام الله. وارتباط السلف الصالح في هذا الشهر الكريم بالقرآن أيما ارتباط، فمنهم من كان يختمه في 3، ومنهم من كان يختمه في 5، ومنهم من كان يختمه في ليلة، ومنهم كالشافعي كان يختم ختمتين في ليلة واحدة. كل ذلك تحصيلا وهمة ونشاطا في حيازة الفضل العظيم من كثرة قراءة القرآن في هذا الشهر الكريم. وكان يسمع للقراء دوي كدوي النحل في ناحية المدينة، وذلك لقدوم شهر رمضان المبارك، شهر تسمع فيه آيات الله تتلى صباح مساء. هكذا كان السلف الصالح. ومن ذلك كان الأئمة يوقفون دروسهم كلها ويقولون: هذا شهر الإقراء، هذا شهر القرآن، ويؤجلون دروسهم إن كانت في الفقه أو الحديث أو غيره. شهر الإنسان يعكف قلبه على مدارسة هذا الكتاب الكريم سبحانه وتعالى وهذه الرسالات الربانية، وينزلها على نفسه بأن هذه النفس ويطوعها لكي تصل إلى الله سبحانه وتعالى من غير عرج ولا التواء، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذا شهر رمضان. طيب كيف الإنسان ينتفع بالقرآن في شهر رمضان؟ كيف
ينتفع الإنسان بالقرآن في شهر رمضان؟ كيف يقع أثر القرآن على القلب وعلى النفس وعلى الروح لما تقرأ القرآن في هذا الشهر الكريم؟ من الركائز ومن وسائل الانتفاع بالقرآن في شهر رمضان، أول من هذه الركائز التدبر. ونعني التدبر هو الفهم الصحيح عن كلام الله سبحانه وتعالى، أن تتدبر هذه الآيات بأنها تخاطبك أنت وأنت، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، يخاطبك أنت أن تتدبر، وأن تعرف ما تجهل من غريب ومفردات القرآن، وأن يكون لك حظ من التفسير وشرح معاني مفردات وغريب القرآن، لكي يكون أدعى للتدبر. والتدبر بأقل معانيه أن الإنسان يستشعر بأن هذا الكلام، أعني كلام الله سبحانه وتعالى، موجه له ومخاطبا به. إن كان في قصة الأحزاب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتفكر، وإن كان في سور النفاق يستعيذ من النفاق، وإن كان من أهل الجنة كان من أهلها وسأل الله ذلك، وإن كان في حال النار ووصفها كان أشد استيعاذا ويستعيذ من هذه الدار وهي جهنم. التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر كذلك من وسائل حسن الانتفاع بالقرآن جمع القلب عليه، أي أن الإنسان يعكف قلبه ويصرف عن قلبه المشاغل ويجمع قلبه كله على هذا الكتاب. ومثال ذلك ولله المثل الأعلى: لو جاءتك رسالة من ملك عظيم أو وجيه أو رئيس أو أمير أو رجل أو ذو منصب ومكانة حساسة، ووضع لك رسالة، وهذه الرسالة يحتاج أن تقرأها بتمعن، وأن تقرأها خالي البال غير مشغول، وأن تقرأها في خلوة مع نفسك، كيف سيكون استعدادك لاستلام هذه الرسالة وقراءتها؟ أظن الجواب أن الإنسان سيأخذ هذه الرسالة ويغلق الباب دونه ويجمع قلبه ويقرأ هذه الرسالة ويفتح هذه الرسالة بكل حذر ويقرأها كلمة كلمة، بل حرفا حرفا، ويعيد لكي يعرف ما مقصود المرسل من هذا الكلام، ولماذا اختاره هو، وماذا ينتظر السائل من المسؤول. ولله المثل الأعلى أن يجمع الإنسان قلبه على كلام الله سبحانه وتعالى ولا يشغله شاغل، لأن الله يخاطبه هو وليس غيره، والقرآن أنزل علينا نحن ولم ينزل على الجمادات، مع العلم بأن الجمادات تتأثر. لو أنزلنا، قال ربنا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. أعزائي المشاهدين، إلى هنا وصلت حلقتنا إلى نهايتها.
على أمل اللقاء بكم في سورة أخرى وآية أخرى بإذنه سبحانه وتعالى. إلى لقاء آخر، أدعكم في حفظ الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر